عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين في الدنيا، أهلي وصحابي وإخواتي وعيلتي التانية. يا صباح الفل والهنا عليكم، ويا مساء الفل والياسمين على عيونكم لو بتشوفوني بالليل أو بالنهار. النهارده بقى احنا هنعمل مع بعض ايه. الأول كل سنة وانتم طيبين، وكل لحظة تمر عليكم وانتم بخير وسعادة وهنا. اللهم امين يا رب، ورمضان كريم علينا جميعا. النهارده بقى احنا هنعمل مع بعض بط بالبرتقال. احنا عملناه مع بعض على فكره قبل كده عندي على القناه، بس حابه نعمله مع بعض النهارده لان كان طعمه تحفه تحفه تحفه. جربوا البط بالبرتقال حقيقي بجد، لو جربتوه مش هتعملوه الا كده دايما. البط بالبرتقال تحفه تحفه تحفه. ايه اللي جاب البرتقال المسكر للبط وازاي هنطبخ بيه؟ بيبقى خطير يا جماعه، بجد بجد بجد. هنعمل بقى البط بالبرتقال، وهنعمل ايه كمان؟ فاكرين امبارح واحنا بنعمل حلقه الحمام اتبقى معانا شويه خلطه من الرز صغيرين جدا، طبعا مش هنرميهم. واحنا بنعمل امبارح الممبار والمحشي حمام، اتبقى معانا شويه الرز دول من الخلطه. هنعمل فيهم ايه؟ هنستعملهم في، طبعا انتوا عارفين رمضان بقى عايز كل يوم حاجه جديده. ما ينفعش يبقى عندي اكل بايت واقدمه تاني يوم، لان احنا يا دوب بنبقى المعده مقفوله، فعايزه كميات بسيطه جدا، فما بنكترش. يعني ايه، ما نوسعش في المسائل قوي يا جماعه. الواحد ساعه ما بيشرب كوبايه العصير مع شويه الميه بتلاقي خلاص كده المعده قفلت. يا دوب بقى حاجه بسيطه، فبلاش نكتر. ومش رمضان يعني اكل وشرب، رمضان ده يعني عباده ونتقرب كلنا من ربنا وده شهر جميل جدا جدا جدا، شهر تسامح وتصالح بينك وبين نفسك مع ربنا، مش اكل وشرب بس. انما احنا بندخل الاكل معانا يا جماعه النهارده في الكلام. ليه؟ ان انا بقول لكم الاكل احنا بنعمل حاجات بسيطه جدا 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 في متناول الايد. زي ايه مثلا؟ زي مثلا بقى عندي شويه رز زي دول، لو في الايام العاديه ما يعملوش حاجه، لا متعودين نعمل حله المحشي اللي هي بقى ننزل فيها يومين، لا احنا النهارده هنعمل بالكميه البسيطه خالص دي شويه محشي مشكلين من كل حاجه، 3 4 حاجات هيعملوا لنا صينيه محاشي مشكله جميله جدا. يا رب بس احنا نقدر ناكلها، ما نكترش وما نبظبطش وما نرميش حاجه. العيشه صعبه والحياه صعبه جدا جدا. يا دوب احنا ايه نمشي كده القد بالقد. انا عملت لشويه الرز دول عملت لهم حوالي اهو عن يجي 7 8 اهو حبات فلفل اخضر، حبتين 3 بتنجان، بطاطس قورتها، كوسه حوالي عن نص كيلو كوسه. يعني كلها حاجات بسيطه جدا جدا. عملت طبق خضار مشكل بالشكل ده كده وقورته وجهزته علشان اعمل بيه شويه الرز اللي فاضلين عندي. والبط بالبرتقال بقى، معايا البطه بتاعتي ومعايا المقادير عباره عن ايه؟ عباره عن برتقال وجزر وبصل وكرفس والتوابل وعصير البرتقال بتاعي والسبع حبات. هنشوف بقى احنا هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنعملها هناخد البطه بتاعتنا نحطها في المحلول لمده ساعتين، على ما هي تفضل في المحلول بتاعها عشان الزفاره وكده، يعني يكون انا عملت المحشي بتاعي. يلا نشوف مع بعض اول حاجه هنعملها ايه، وهننقع البطه بتاعتنا في المحلول بتاعها ازاي، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا هعملها. هننقع ايه؟ هننقع البط بتاعنا. البطه بتاعتنا هننقعها في المحلول، الملح بتاعها بيشيل اي زفاره وبيفتح المسام بتاع البط بتاعنا. ودي بنعملها في اي حاجه، في الرومي، في الفراخ، في البط. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها هنحط البطه بتاعتنا كده اهي، ونروح جايبين الميه ننزل عليها كده بالبرتقال اهو، نعصر دي كده عصره صغيره اهي اهو. والورق اللورا والفلفل الاسود الحب اهو، مع الملح والسكر، معلقتين سكر ومعلقتين ملح، ودي معلقه كوبايه صغيره كده خل
اهو، وانزل عليها بالميه بالشكل ده كده. ونسيبها بقى في المحلول بتاعها ده لمدة قد ايه، ندوب المية، الملح والسكر مع المية خالص كده بالشكل ده، ونسيبها لغاية ما الزفارة بتاعتها تروح خالص اهو بالشكل ده كده، لمدة قد ايه بقى، ساعتين اهو. اسيبها كده ساعتين بالشكل ده كده. احط ده عليها كده عشان ينزلها بالشكل ده كده، واسيبها لمدة ساعتين، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه الخطوات اللي بعد كده للبط بالبرتقال. خلاص اهو، بعد ما نقعنا البرتقال البط بتاعنا، هنشيل كل حاجة البط كده في جنب اهو، كل المقادير بتاعته، ونرجع لها تاني اما نعمل المحشي بتاعنا اهو. نجيب صينيه كده ونحطها على جنب. اجيب بقى الخلطه بتاعتي كده، وابتدي بقى نحشي البتنجان بتاعنا اهو. خلطة الرز دي احنا كانت فاضلة عندنا، طبعا احنا مش هنرميها، لا نعينها ونستعملها على طول، برضو نجدد كل يوم اكلة كده، بس تبقى حاجة خفيفة، حاجة خفيفة، ما نكترش عشان ما نرميش حاجة، حياة صعبة اهو. ما ننساش بقى اللايك معايا والاشتراك في القناة. اتمنى الفيديو بتاعنا يكون عاجبكم، واتمنى فيديوهاتي تكون عاجباكم وتكون خفيفة على قلوبكم اهو. هي عبارة عن صينية كده مشكلة، لان انتوا عارفين يا جماعة في الصيام محدش بيقدر ياكل كتير، صح ولا انا بتكلم غلط؟ اهو نجيب البطاطس اهي، نقدر نعمل صينية خضار، صينية محاشي بخضار مشكلة كده، كلها من البيت، يعني مش هنكلف حاجة قوي اهو. بطاطس تبقى طعمها تحفة في المحشي اهو. بالشكل ده كده. كده اهو يا حبايبي، خلصنا الصينيه بتاعتنا اهي شايفين، بسم الله ما شاء الله، عملنا احلى صينيه محاشي اهو بشويه الرز اللي فضلوا عندي اهو، بسم الله ما شاء الله اهي، حاجه كده تحفه. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هننزل عليها بالمرقه او الشوربه بتاعتي السخنه اهي، بتغلي، شايفينها بتطلع دخان اهي، تبقى سخنه بتغلي اهو. احنا ما بنحطلهاش مش زي المحشي العادي تحط ميه لما الميه تيجي على الوش، لا هو اهو يدوب بس النص بتاعها من تحت جاي عليه الميه، وارش عليها رشه ملح، وندخلها الفرن على درجه حراره 160، ونسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها اهو. رشه ملح كده ما كترش اهو، وابتدي بقى ادخلها الفرن، ونروح بقى نجيب البطه بتاعتنا نشتغل
على ما هي تطلع من الفرن نشوفها مع بعض. كده اهو يا جماعه، جبنا البط بتاعنا اهو اللي احنا نقعينه في المحلول بتاعه. بسم الله ما شاء الله. شايفين البط بتاعنا عملت ازاي؟ تحس ان هي، شايفين بصوا كده طرت خالص اهي. تحس ان الانسجه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده ابتدت ايه تفتح، ولا في اي ريحه زفاره ولا اي حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنطلعها من المحلول بتاعها خالص او نسيبها كده، ونعمل ايه الاول؟ نجهز التتبيله بتاعتها الاول. التتبيله دي عباره عن ايه؟ عن بابريكا، شويه ملح، ورقتين لورا كده، 7 حبات 7 بهارات، وفلفل اسود. ده كل اللي هنحتاجه في التتبيله. تمام. معايا هنا 3 معالق كبار عصير برتقان، معايا معلقه كبيره دبس الرمان اهو. لو مفيش عندك دبس الرمان ممكن لو في عسل، لو مفيش دبس الرمان ممكن تشتغلي بعسل عادي. معلقه كبيره عسل اسود او عسل ابيض، بس دبس الرمان بيديها مزه تحفه. ومعلقه زيت صغيره خالص خالص خالص، زيت زيتون اهي، معلقه صغيره خالص، عشان الزيت الزيتون بيدي مزه كده برضو. وادوب التتبيله دي كويس جدا بالشكل ده كده. واروح جايبه بقى البطه بتاعتي مطلعاها من المحلول بتاعها اهو، واجي بقى فين؟ انزل على التتبيله، على البطه بالتتبيله اللي انا عاملاها دي بالشكل ده كده. واسيبها في التتبيله دي حوالي عن نص ساعه بالشكل ده كده اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده ايه تحفه. جربوها هتعجبكم جدا 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 اهي. هجيب السكينه بتاعتي واعمل ايه بقى؟ اجي على الصدر بتاع البطه بتاعتي واديله ايه يعني كده تشريحه كده، بحيث ان ايه اهو التتبيله بتاعتي تخش في اللحم نفسه. نفس القصه من الجهه التانيه اهي اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين الصدر بتاع البطه اهو، واسقي التتبيله فيها نفسها كده، اخليها اهو يخش في اللحم نفسه تحت الجلد كده. ممكن بقى تعمليها في الشوايه في الفرن، نحطها في ورق في كيس حراري زي ما انا هعمل معاكم دلوقتي كده عادي يعني اهو. واسيبها بقى ساعتين بالشكل ده كده، وارجع لكم تاني او ساعه على حسب، بس المهم ما يقلش عن الساعه، ساعه ساعتين حسب الوقت بتاعك. انا بادئه بدري عشان اسيبها ايه ساعتين، وارجع لكم تاني اما هي تشرب التتبيله كده يا حبايب قلبي. بعد ما سيبنا البطه بتاعتنا لما شربت من التتبيله بتاعتها
سبتها حوالي قد ايه، حوالي عن ساعة بالظبط، ما اكذبش عليكم. ممكن تسيبيها ساعتين وتحطيها في التلاجة، بتبقى خطيرة ورائعة. بس انا بصراحة يعني ايه استعجلت الامور، انت عارفين احنا في الصيام وكده، فمش ضامنة بقى ظروف ان ممكن البطة تغيب ولا لا. فقلت ايه كفاية عليها قوي الساعة اللي انا سبتها فيها. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب الطاجن بتاعي او الصينيه بتاعتي، واجيب كيس حراري زي ده كده، افتحه كده، واروح جايبه البطه بتاعتي واروح مدخلاها في قلب الكيس كده، وافتح بقى ايه الكيس زي ما انتوا شايفين كده، واروح مدخله ايه فيها التتبيله اللي فاضله منها دي. بالشكل ده كده اهو. ادخل زعتر في قلبها، احشيها كده زعتر فريش وبصل وجزر بالشكل ده كده. ادي نص ليمونه، ورق لورا وحبهان، ودي قرفه خشب اهي. واجيب قشر البرتقال بتاعي احطه حواليها كده، اعمل ايه بقى بعد كده؟ اجيب البرتقال اهي، واروح جايباها ومشرحاها كده كده اهو كده، غزتين اتنين بس بالسكينه كده، واروح حطاها في قلب البطه كده، عشان كل ما هي تستوي تبتدي ايه البرتقانه تنزل صوص في قلب الايه البرتقان. بتبقى حاجه جربوها بجد بجد مش هتندموا. اهو ده البط بتاعي بالتتبيله بتاعته اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو اهي. واروح حطاها في كيس حراري وادخلها الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، واروح مدخلاها الفرن لمده قد ايه؟ لمده ساعه كده او ساعه ونص اهي. واقفلها بالشكل ده كده، وادي بس تهويه للكيس حاجه. يلا يا حبايب قلبي ندخل بقى على الفرن بتاعنا البطايه الجميله 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 بتاعتنا دي اهي، والمحشي بتاعنا في الفرن. وبعد ما نطلعهم الاتنين نشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. يا جماعه الصينيه بتاعتنا اهي بعد ما طلعت من الفرن، بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال والحلاوه اهو زي ما انتوا شايفين كده. وده البط بتاعي بالبرتقال اهو، بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله على الجمال. ما اقولكوش الريحه بقى قلب المكان، اقسم بالله الريحه عامله عمايل ما اقولكوش. شايفين التشريحه اللي احنا عملناها للبط، والبط عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ومستوي جدا اهو. شايفين بتك اهو عليه زي ما انتم شايفين كده، بتطلع في ايدي اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه تحفه تحفه. جربوا وصفه البط بالبرتقال ده مش هتندموا عليها، لانها بجد بجد جميله جدا جدا. تطلع البطه زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده تفتح النفس. وده اهو صينيه المحاشي اللي جنبها كده المشكله، اللي ببقايا الرز اللي فضل عندي من امبارح. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.